بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة حبيبة قلبي عملت الكبد والكلاوي الجميلة دي، وعملت رز أبيض، وعملت بطاطس مهروسة. هقول لكم خطوة خطوة عملت الكبد والكلاوي الحلوة دي ازاي. أول حاجة بتجيبي الكبد والكلاوي تشطفيهم من مطرح ايد الجزار والميزان. بعد كده بتجيبي الكلاوي على جنب لوحدها في أي طبق، وتحطي عليها عصرة ليمونة، وتحطي عليها حوالي 4 معالق خل لو هي نص كيلو. المهم انك تحطي الخل قوي والليمون وملح. ليه؟ لان الكلاوي ديت بتبقى زفره شويه. بعد كده سيبيها بقى حوالي نص ساعه كده، وبعد كده هاتيها واغسليها كويس واشطفيها كويس. وبعد كده هاتي معلقتين سمنه في طاسه او حله وخليهم يسخنوا قوي، وحطي الكلاوي خليها تاخد صدمه، قلبي قلبي. وبعد كده وطي النار وسيبيها بقى مع نفسها شويه حوالي 10 دقايق. بعد كده هاتي الكبده وحطيها فوقيها كده وقلبي كويس قوي، وحطي فصين توم مهروسين كبار في قلب الطاسه، وحطي عليهم شويه كمون، وقلبي بقى كويس قوي كله مع بعضه. هيديكي احلى كبد وكلاوي ممكن تاكليها. والرز الابيض بتغسليه كويس وبتسيبيه يصفى بعد ما تنقعيه شويه حوالي ربع ساعه. يصفى كويس، وبعد كده هاتي معلقتين سمنه في حله، معلقتين كبار يسخنوا. حطي الرز قلبيه كويس، حطي الملح، اغلي ميه في الكتل، حطي الميه على قد ما الرز هيحتاج. اول ما يتشرب تروحي موطيه النار، بس قبل ما يتشرب كله، يعني لو هو مثلا نصه كده، نصه من تحت لسه فيه ميه بسيطه، وطي النار وسيبيه مع نفسه يستوي. البطاطس المهروسه جبتها البطاطسايه، قشرتها بطاطسايه كبيره، قشرتها وغسلتها كويس وسلقتها على النار. وبعد كده اول ما استوت طفيت النار ورحت جايباها مصفياها وحطيتها في طبق كبير كده، وحطيت عليها نص معلقه كمون، معلقه ملح صغيره، وهرستها كويس قوي. حطيت 5 معالق زيت. حطي اقل من ربع معلقه بابريكا واقل من ربع معلقه شطه عشان ما تبقاش مشطشطه. وسلطه البطاطس دي او البطاطس المهروسه دي حلوه يا جماعه جنب اي اكل، لان هي بتعتبر من المقبلات. بصراحة بتبقى جميلة جنب الأكل، بس بقى مش طبيخ وخضار، لا، لو عاملة كبدة، لو عاملة حاجة سمك، بصراحة بتبقى حلوة. ادي سلطة البطاطس اهيت، البطاطس المهروسة، والرز الابيض الجميل، وطبعا لازم الكبدة جنبها جرجير هي والسمك. مش عارفة، يعني احنا اتعودنا من زمان كده لازم الكبدة يبقى جنبها جرجير، او لو عاملة سمك لازم نجيب الجرجير. طلعنا لقينا اهالينا بتعمل كده. وادي اكلنا النهارده، وادي وجبتنا، وادي السفره بتاعتنا. ايه رايكم؟ اللي عنده اي تعليق او اي كومنت يقولهولي، يكتبهولي في الكومنتات. او دلوقتي اقول لكم ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك عندي في القناه، واترككم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدأنا بالسلام وبنختم بالسلام. سلام يا حبايبي.